حدثت جريدة النساء العربي من داخل نادي الشاطئ المعلمين. حدث جريدة النساء العربي داخل نادي اتكلموا مع بعض يا جماعه لو سمحتوا، المدرسين خلوا بالكم اللي يتكلم بيطلع بره، اللي هم يطلع بره ويرفع ايده على الحيطه زي ما احنا متعودين، وتبعت تجيب ولي امر او بالنسبه للمشاهد. كل سنه وحضراتكم طيبين. يا جماعه احنا هنا في حفله، لو سمحتوا اللي عايز يتكلم ممكن يروح الجنب الثاني من الصاله ويتكلموا مع بعض عشان بس نسمع بعض. طبعا مناسبه عيد الام مناسبه عزيزه علينا جميعا، والمقصود بيها مش ان انا احتفل بامي يوم من 365 يوم في السنة، وإن أنا في بقية أيام السنة أهجر الأم. الأم طبعا بالنسبة لنا وبالنسبة لديننا الحنيف أو لأي دين سماوي ليها مكانة عظيمة جدا جدا جدا، ويكفي إن ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع اقترن عبادته ببر الوالدين، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل من احق الناس بحسن صحابته يا رسول الله، قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ابوه. وعندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم 3 مرات فهذا تقدير لمكانتها، وعندما يذكر الأب مرة واحدة فهذا يكفي، أي أن المرة الواحدة كافية، و3 مرات تعظيم لحق الأم. يحضرني مثل كان في احد الفصول في السنه الدراسيه، المعلم طلب من الطلبه من ياتيه بحفنه من تراب الجنه. فتاني يوم محدش جاب حاجه الا طالب جاب كيسه فيها شويه رمله وعطاهم للمعلم، فقال له ايه ده يا ابني؟ قال له دول حفنه من تراب الجنه. قال له جبتهم ازاي؟ قال له ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ فأتيت بحفنة من تراب ووضعتها تحت قدم أمي فأصبحت من تراب الجنة. مفهوم بسيط للطفل، ولكن يعني الكثير والكثير والكثير.
والأم أيا كان غضبها من ابنها لا ترضى له سوءا. ويمكن المثل بتاعنا الجميل اللي هو أدي على ابني واقرأ اللي يقول أمين. وشفنا ده مع أحد الصحابة لما كان بيفضل زوجته عن أمه وجاءته سكرات الموت فلم يستطع أن ينطق بالشهادتين، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن حنظلة لا يرد الشهادة رغم أنه في سكرات الموت. فقال أله أم؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. فقال خذوني إليها. فذهب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ماذا كان يفعل ابنك معك؟ فقالت كان يفضل زوجته عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا الحطب حتى نشعل فيه نيران. فعندما سمعت الأم ذلك وما كان ليفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، أول ما سمعت نشعل فيه النار فقالت يا رسول الله أشهدك أني سمعتك أو غفرت له ذلك. عندما قالت ذلك فقال ذلك الصحابي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضل الأم على الأبناء لا يمكن بأي حال لك أن تتخيله إلا تلك الفتاة التي تحملت المسؤولية وحملت في مولودها الأول ورأت ما رأت من عذاب وكره في حمله ووضعه وتربيته، حينئذ فقط تستشعر ما كانت أمها تفعله من أجلها. لذلك جعلوا الأم هذا اليوم احتفالا بها، وهو ليس بيوم بل يجب أن تكون أياما يحتفي به الإنسان بهذه الإنسانة التي ربته حملته أولا ووضعته كرها آلام الوضع. ذلك عندما رأى عمر بن الخطاب رجل يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها الكعبة، ونحن نعلم أن الطواف بالكعبة لم يكن يسيرا بل كان على الحصى في عز الحرب وارتفاع درجة الحرارة وكان يعتبر عذاب. فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له إني حملت أمي على كتفي وطست بها 7 أشواط وسعيت بها مثلها، فهل كفرت عن ما لها عليه؟ فقال ولو طلقة واحدة، صرخة واحدة من صرخاتها من آلام الوضع لم تكفيها بذلك. هي الأم التي نسمع اليوم كثيرا من يقتل أمه بسبب المخدرات، من تقتل أمها كما سمعنا قريبا عن فتاة تقتل أمها لأسباب أيا ما كانت الأسباب. أي خلل أصاب هذه المنظومة الأخلاقية وأي محلال وصلت إليه المنظومة الدينية حتى نرى ما نرى ونسمع ما نسمع. الإنسان عندما يموت وتنقطع صلته عن الدنيا يبقي الله سبحانه وتعالى له أملا في أن يتحصل على حسنات. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطعت صلته عن الدنيا إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يذهب العمل الصالح إلى الأب وإلى الأم في قبريهما ويلتقيان عما هم فيه فيسألان أن لنا هذا وقد تركنا الدنيا وما عليها،
فيقال لهم هي من دعوة ابنك فلان أو من دعوة ابنتك فلانة، فيطيل الله في عمريهما في مجال العمل الطيب والصدقة الجارية والولد الصالح. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. عندما تكون بارا بوالديك سوف يكون أبناءك برة بك. هكذا هي المعادلة البسيطة، أن تتقي الله سبحانه وتعالى في والديك فيكون أولادك على ما أنت عليه. وإذا أسأت إلى والديك فتجد الرد والعياذ بالله في الدنيا أسوأ مما تتخيل. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذه المناسبة ثم بمناسبة شهر رمضان وبمشيئة المولى يوم الاثنين القادم سيكون هنا ندوة مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير إدارة الفتوى بالأزهر الشريف وأمين عام بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، هنا بعد صلاة العشاء لنبدأ سلسلة مع بعضنا البعض لنعود بنا إلى القيم والأخلاقيات التي فقدناها، ولم لا، ونحن هنا معقل التربية والتعليم في نادي المعلمين. مرة ثانية نلقاكم جميعا على خير ونهنئ كل من سيتم تكريمه اليوم. وكما ذكرت لكم أن السيد النقيب العام للمعلمين ورئيس نادي اتحاد المعلمين العرب قرر بأن يتم تكريم كل من تقدم باستمارة. يكفي أن تكون نيته أن تكون أما مثالية، فسيتم تكريم الجميع إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. الجائزة الأولى السيدة هدى صبحي عبد السلام. كل سنة وانت طيبة أستاذة هدى. عليه التشجيع يفضل من أول واحدة لآخر واحدة، مش أول اثنين تقوموا تسافروا وبعد كده إيه بقت عملية عادية. كل واحدة يطلع هنا تشجعها. هدى موجودة ولا مش؟ السيدة هدى صبحي عبد السلام. السيدة نبوية سلامة عباس. كل سنة وانت طيبة أستاذة نبوية. تعالي من هنا، تعالي كده اهو كده. هيصور يقفوا هنا، هيستلم الجايزة هيبص هنا. يلا بص. السيدة تهاني إبراهيم سعد. كل سنة وانت طيبة أستاذة تهاني. السيدة ابتسام محمد حسن. كل سنة وانت طيبة أستاذة ابتسام. السيدة فهيمة محمد مرسي. كل سنة وانت طيبة أستاذة فهيمة. الحاجات الصغيرة. بس استني ما نخلص بقى، ما نخلص سيبي على الكرسي. لا 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 مش السيدة نادية حسين. كل سنة وانت طيبة الأستاذة نادية. السيدة عنايات حسين حسون.
كل سنة وانت طيبة أستاذة عينيات. السيدة دعاء حسين حسون. كل سنة وانت طيبة أستاذة دعاء. السيدة زينب يوسف عبد القوي. كل سنة وانت طيبة أستاذة زينب. السيدة دينا مصطفى عمارة. كل سنة وانت طيبة أستاذة دينا. السيدة سامية محمد عبد العزيز. كل سنة وانت طيبة أستاذة سامية. بقول لك ايه، بص السيدة فريال طلبة السيد. كل سنة وانت طيبة أستاذة فريال. السيدة سهير الشافعي. كل سنة وانت طيبة أستاذة سهير. السيدة فاطمة إبراهيم السيد. كل سنة وانت طيبة أستاذة فاطمة. على ما فيش السيدة سلوى عادل. كل سنة وانت طيبة أستاذة سلوى. استاذة فاطمة بقى، استنى استاذة فاطمة ابراهيم. ثواني استنى بقى شوية. ايوه ايوه دكتور انت لا هو اللي مش تمام. سامح يا ريس. هصورك انا فاطمة. يلا يا فاطمة. يلا معانا بسرعة. خلاص ماشي يلا. السيدة نبيلة الشافعي أبو الفتوح. كل سنة وانت طيبة أستاذة نبيلة. السيدة ماجدة الشافعي أبو الفتوح. كل سنة وانت طيبة أستاذة ماجدة. السيدة كوثر محمود إبراهيم. كل سنة وانت طيبة أستاذة كوثر. السيدة سلوى إبراهيم شعبان. كل سنة وانت طيبة أستاذة سلوى. السيدة نعمة محمد إبراهيم. كل سنة وانت طيبة أستاذة نعمة.
السيدة نعمة محمد إبراهيم. السيدة الصحابه يا جماعه بص هنا. اتفضلي يا ماما. قولي اللي وراك. السيدة فايزة محمد سليمان. خد اول اسم الاولانيه هنعيده تاني. طيب السيدة نجوى عبد المنعم المنياوي. كل سنة طيبة يا أستاذة نجوى. هاتي ايه وعيديه تاني. لا لا استني هنتيجي تاني السيدة سوسن عبد المنعم علي. كل سنة وأنت طيبة يا أستاذة سوسن. استنى جايه. استنى هو ده. استنى سامع بعد دي. استنى بعد سوسن. يلا هيثم. يلا هاتي اللي وراك. السيدة ثواني بس يبقى حضرتك مش حاجه معايا. طب استني هنراجعها تاني. طيب السيدة هديل سمير عامر. على فكره انا بقول اصغر هو ده السيد. لازم كده غلط مع السيدة حنان محمد زويل. كل سنة وأنت طيبة يا أستاذة حنان. السيدة جمالات يحيى منصور. ايوه استني. خلاص ماشي الاسم بس. السيدة بالسلام. ماشي نادي اسمك بس دلوقتي. صح كده صح. في عندي واحدة. مفيش حاجه ناقصه. هي دي كده عندك ماشي اخر واحده. السيدة هدى السيد عبد السلام. ارجعوا هاتي بتوع النادي. خدي يا ماما. ما ينفعش كده. اهي كده استاذه هدى. انا عارفه كده موظفين. ومن العاملين بنادي الشاطئ للمعلمين نبدأ بالسيدة انتصار محمد. كل سنة وأنت طيبة يا أستاذة انتصار. لا 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 خلي البنات في الاخر. خلي البنات في الاخر. مش مهم شهادات البنات. احنا متجوزين الاول. يلا يا جماعه يلا. السيدة لبنى رجب. السيدة يمنى عوض.
مشرفة علي. بص السيدة فريال عبد الرحيم. اقعد بقى كده انت. السيدة أمل عبد الحميد. الآنسة نورهان محمد. الآنسة منى محمد عبد المجيد، ويتسلمها بالنيابة عنها والدها السيد محمد عبد المجيد. خلاص كده ندى حسين يسلموا عليها. الآنسة ندى السيد ندى حسين النوبي، وتسلمها بالنيابة عنها السيد حسين النوبي. مظبطين الدنيا، انا مظبطك. يلا بينا. يلا صرف ايه؟ يلا كل سنه وانتم طيبين، نطلع على خير.